لا، اولا في لبس كبير جدا في تناول المساله دي اعلاميا. خليني بادئ ذي بدء اقول نحن ضد، اولا ديننا الاسلامي ضد هذا المبدا تماما. قول الله جل وعلا لا تزر وازره وزر اخرى، ده بغض النظر بقى عن المشكله اللي حصلت. في انسان اخطا يبقى هو لوحده اللي يقع عليه العقوبه لو وقع صحيح. عليه دوله القانون. ده مبدا. المبدأ الثاني لا تزر وازرة وزر أخرى، فإيه شأن وإيه ذنب باقي هذه العائلات؟ ده اللي احنا قلناه أصلا الناس الثائرة في قرية النهضة. طبعا أنا محتاج هم كانوا من الجماعة وقت. السلفية؟ نعم يا فندم. كانوا من الجماعة السلفية؟ لا خالص، ده على العكس. ده احنا قلنا للناس لو انتوا عايزين حزب النور او الدعوه السلفيه ترفع ايديها تماما وتدخلوا انتوا. انا بسرعه بس عايز اقول اتفضل. ايه اللي حصل تحديدا. اللي حصل ان في شاب مسيحي، يعني حصل واقعة زنا بينه وبين امرأة متزوجة مسلمة. المهم ان المسألة دي هو صورها، والصور تنقلها ناس بالبلوتوث جوه القرية. لازم نفهم طبيعة الوضع هناك في العمرية. عرب، صعايدة، فلاحين، دي طبائع متشابكة وقبائل وعائلات كبيرة. الغرض الناس هاجت يوم الجمعة كلهم توجهوا على بيت هذه الشخصية اللي هو المدعو عماد. الناس جايه لايه؟ انا بتكلم عن ناس عاديه خالص، جايه عايزه تحرق البيت. الكلام ده مخالف للشرع. اصحاب العقول والبصائر وقفوا قدامهم وحالوا بينهم وبين بيت عماد ان لا يا اخوانا، الشخص ده لوحده هو اللي يجي يتقبض عليه ويحاكم، انما بقيه اسرته ذنبها ايه؟ والحرق والكلام ده شريعه غاب. اللي حصل ان احنا بنحجز او شبابنا شباب الدعوه السلفيه والكلام ده. انا هطلب بس شهادات ولما كمان لجنه حقوق الانسان تاتي، احنا مستضيفينها عندنا في النهضه الخميس او السبت اللي جاي ان شاء الله. هنخليهم يسالوا بس المسيحيين اللي في النهضه ويسالوا راعي الكنيسه على كل اللي احنا بنقوله ده. المهم، وفي حاجات مصوره كمان شكر من المسيحيين ومن راعي الكنيسه للدور اللي عملته الدعوه السلفيه. حولنا بينهم وبين البيت. اثناء ما احنا بنحول بينه وبين البيت كان في بيت تاني خالص. دي بقى المشكله. بيت تاني خالص لعائله مسيحيه اخرى. بعض ابنائها ارتقى سطح المنزل واطلق نار في الهواء من سلاح آلي. دي بالنسبه للعرب كانت مشكله كبيره جدا، ان ازاي ضرب علينا نار واحنا واقفين. فناس منهم كانت عايزه ترد برضه حولنا بينهم وبين الرد. على اساس ان ما عندناش لدرجه قانون ولا عندنا شرطة لا، ولا ما انا عندنا هقول بوليس. انا لحضرتك حاسة مشكله ان الشرطه احنا ايه. فعلا انا عايز غابة. بس احط، معلش، عايز احط اتفضل. ايدي فين المشكله. اتفضل. حلنا بينهم وبين الرد على عماد. بصي بقى الواقعة اللي حصلت ايه. 3 شباب من الدعوة السلفية عشان بيحولوا ما بينهم وبين الرد، دي كانت هتبقى مجزرة. الرد بالآلي على الشاب اللي اسمه لويس اللي ضرب نار. عشان بنحول ما بينهم وبين الرد، شاب من عندنا الآن في مستشفى الجامعة الرصاصة اخترقت كبده وهو بيحول ما بينهم وبين الضرب. اخترقت كبده والآن يرقد، ودي مشكلة كبيرة ان هو عرباوي واللي ضربه ده مسلم صعيدي. مشكلة تانية. شاب تاني جاله عاهة مستديمة في دراعه الشمال، وشاب تالت يعني جرح سطحي. المهم الناس اللي في القرية بقى لقوا كده، ولقوا ان احنا بنحول ما بينهم وبين انه ياخد حقه بالشكل ده. الوضع تفاقم بشكل اكبر، ما قدرناش نسيطر على الناس. ناس كتيرة جدا راحت على محال للأسرة التانية، يعني وقعة الزنا دي اتنست خالص، وبقوا هم رايحين يردوا على اللي بيضربهم بالنار ده، عايزين يحرقوا له محلاته وبتاع. الشرطة كانت واقفة بره القرية مش عارفة تدخل. لازم الناس تفهم ان الآن انا امام مصيبة، ان هذا المجتمع القبلي قدر يوقف الشرطه بره وحتى المطافي نفسها بره. ايوه. الحل بقى، الناس طبعا جابتنا بعد كده ورحنا القسم وخدنا، قلنا هننتقي 5 من عقلاء المسيحيين ومعاهم راعي الكنيسه و5 من اهل القريه، ونقعد معاهم نحل. النائب بتاعنا بتاع حزب النور اللي هو الاستاذ احمد الشريف يقعد مع الاثنين في قسم الشرطه، نشوف الحل يتحل ازاي في قسم الشرطه عشان ايوه. دوله القانون. أيوة. حقيقي ان طلبات اهل القريه كانت مجحفه جدا، فقلنا لا احنا نرفض الكلام ده تماما. اللي هي طلباتهم تهجير. كانت مجحفه، تهجير كام بيت مسيحي وان فلان يحصل فيه وفلان يحصل. قلنا الكلام ده مش شرعي، انتوا عايزين شرع ربنا. هو واحد اللي اخطا اللي هو عماد، والاثنين اللي ضربوا نار يتحكموا. دول يتاخدوا يتعمل لهم قضيه. انت ازاي بتضرب نار على بالظبط. الناس؟ وعماد ده هو اللي يحاكم. اه. الناس ما قبلتش مننا الكلام ده، في حين ان راعي الكنيسه نفسه كان متجاوب معانا جدا. قال اللي انتوا بتقولوه ده انا ارضى بيه، والكلام ده بقول لحضرتك مسجل وهيشوفوا لجنه تقصي الحقائق او لجنه حقوق الانسان. المهم ان المساله بقى عشان الناس تبقى فاهماها، كان قدامنا حاجه من الاثنين عشان الخص بس الامر. اه. اما ان احنا ننسحب سريعا. تماما من المشهد، اه. وده انا عايز اقول للناس ان الى الان ومسيحي النهضه يشهدون على ذلك. الى الان ال ابو سليمان اللي هو ابو الشاب لويس اللي ضرب نار، الى الان موجود في بيته اللي بيحميه شباب الدعوه السلفيه. موجود. قلنا له احنا هنظل نحميك ابد الدهر لو انت عايز، اللي هو اللي بيتقال عليه ان هو بيهجر الان، ودي شهادته الموجوده على اليوتيوب.
بنحميه بقالنا اسبوع كامل، لا قلنا لحد الشباب دول ان احنا مثلا اكلهم وشربهم واقامتهم تمام علينا ولا خالص. اي حاجه خالص. في مقابل ان الراجل يفضل في مكانه، هو نفسه اللي قال لا انا كرامتي تأبى عليا بعد اللي حصل من عماد اللي هو صاحب واقعة الزنا. هو راجل كبير في المنطقة وراجل تاجر كبير، والناس كانت بتغشاه ليل نهار، تمام. واهل هو القرية اللي قال كانوا عايز معتمدين أمشي. عليه. قال انا كرامتي ما تقبل ما تسمحليش إن ان أنا انا اقعد في أفضل مكان اتحرق فيه محلاتي، وفي نفس الوقت ولكن واحد من نفس ملتي. باقي الأسر نهائيا الكلام كله على عيلة عماد وعلى عيلة ابو إذا باقي سليمان. الأسر كمان كانت بمزاجها إنها تمشي. فين باقي الاسر؟ ده اللي بتكلم هي على عائلتين. أنا كلمه 8 اسر دي أكثر امر من غير حقيقي فهي نهائيا. عيلتين بس، هي انا بقول الحقيقة إنهم لحضرتك عيلتين بس. انا بقول لحضرتك اللجنه هتيجي يوم السبت او الخميس او تمام السبت على اقصى تقدير. خميس. فيهم سوزي ناشد النائبه سوزي ناشد، وفيهم النائبه مارجريت عازر، فيهم الدكتور عمرو حمزاوي، أيوة، فيهم ناس كتير أيوة. جدا هي نفسها اللي تشهد. هتشهد. الغرض ان احنا كنا قدام حاجه من الاثنين، ده اللي عايز اوصله للمشاهد. آه. حاجه من الاثنين، ولابد ان يتفهم هذه المسؤوليه. اما ان احنا ننسحب تماما من المشهد ونسيب القريه كلها تولع، ساعتها كان احنا اهم حاجه عندنا الدم. ساعتها كان اللي هيحصل ايه؟ الدم. ناس بقى هترد على بعض، مذبحة. يجي بقى الحكومه بعد لما يكون 50 60 واحد ماتوا. تمام. تدخلنا ما فيش واحد فيهم مات الا واحد من عندنا احنا هو اللي صح. راقد في مستشفى الجامعه، وان شاء الله يعني احنا اللي نتكفل به. او ان احنا يعني يا اما نترك الامر تماما، يا اما نعمل اللي عملناه ده، ان احنا نحول ما بين الناس ونقول لهم ان مش صح كلمه التهجير وان تمام. لا تزر وزر وزر اخرى. هو ده اللي حصل. جزاكم الله كل خير ربنا يحفظك يا رب. وأنا بشكركم على وجودكم معانا، ويمكن فقرة قصيرة ولكن حاولنا